لو انت مدرب او استشاري او كوتش وعايز تحول خبرتك لفلوس بشكل مستمر، ركز معايا في الفيديو دوت للاخر، لان اللي هقوله ممكن يفرق معاك بشكل كبير جدا. في الفيديو دوت هوريك ازاي تبني عرض يخلي العميل يقول انا لازم اشتري ده حالا، مش بكترة الخصومات، لكن بطريقة تخلي عرضك واضح ومقنع ومغري لدرجة ان العميل يحس انه لو ما اشتراش هو اللي خسر. عرض مهم جدا علشان تقدر تبيع تدريبك او تبيع استشارتك في ظل المنافسة الكبيرة جدا. فانت لازم يكون عندك قيمة عالية جدا تقدمها علشان عميلك ينجذب للقيمة دي، لان العميل بتاعك اللي يهمه النتيجة. انا دلوقتي وليكن هعمل استشارة لشخص مثلا صاحب بيزنس، وانا عندي عرض ليه لواحد صاحب شركة مثلا. تمام، صاحب الشركة دوت عنده مثلا يعني مشكلة في المبيعات بتخليه ما يحققش رقم معين. فانا لما اقول له مثلا ادخل معاه استشاره حتى لو 10 دقائق واقول له على طريقه يزود بيها ربحه مثلا $10,000 في الشهر كشركه، فبالتالي انا كده بقيت يعني فرصه كويسه جدا ليه، والنتيجه بقت عاليه جدا. فبالتالي انا لما اطلب في الاستشاره دي فقط $10,000 او $5,000، فهو شايفها رقم بسيط جدا. ليه؟ لان هو كده كده هيديك مثلا اللي كان كده كده هيكسبه بشهر واحد، ولكن انت معاه على طول. الخبره اللي انت اديتها له والقيمه والنتيجه هي معاه على طول، فهو النتيجه اللي حصل عليها لا تقدر بسعر او ثمن ساعتها. تمام. طيب، العرض لو حبيت امثله في قصه بسيطه جدا، مثلا مدرب اسمه يوسف كان عنده كورس مثلا ب 3000 جنيه مصري، لكن للاسف كان عنده منافسين كتير جدا بيبيعوا يعتبر نفس الكورس دوت، واغلبهم كانوا بيبيعوه بسعر زايد جدا 300 جنيه و500 جنيه. فهو مش عارف، هو شايف انه حاطط قيمه عاليه جدا في الكورس بتاعه وحاطط خبراته وحاطط وقت كبير، فبالتالي مش عارف يبيع بالسعر اللي هو عايز يبيعه. يوسف بدأ يغير من طريقه تفكيره، وبدأ يحصل له زي نقطه تحول كده لما عمل عرض لا يقاوم. يعني بدل ما يبدأ يبيع الكورس لوحده، لا، بدأ يحط حاجات إضافية زي مثلا تشيك ليست، خطة تنفيذية لمدة مثلا 14 يوم، دعم واتساب مباشر، ممكن جلسات، ممكن يحط متابعة شخصية، ممكن يحط حاجات كتير جدا. فهو فعلا بدأ يحط حاجات زي كده، حط تشيك ليست وحط خطة تنفيذية لمدة 14 يوم وحط دعم مباشر على الواتساب. النتيجة فعلا فاجئته واتغيرت بشكل كبير جدا، وبدات الناس تقول له انا جاهز احجز دلوقتي. بدا الناس تفكر ان العرض دوت هو فعلا اللي كنت بدور عليه. بدات الناس تحس ان هو فاهمهم وفاهم احتياجاتهم، والناس بقت فعلا اللي كانت بتقول ما معيش ومش جاهزه، لا، بتبقى جاهزه تدفع على طول علشان تحصل على العرض قبل ما يخلص. تمام. لانه هنا ببساطه السعر ما بقاش غالي، لان القيمه بقت اعلى بكتير جدا من السعر اللي بقدمه. وكمان الناس في الاخر ما بتشتريش بسبب السعر، الناس بتشتري لما تحس انها بتاخد نتيجه كبيره وقيمه كبيره جدا. ساعتها بيكون السعر اخر حاجه ممكن تفكر فيه. تمام. طيب، خلينا نقول قبل ما اقول لكم السر الثاني، حابب اقول لكم يعني شويه اسرار كده في العرض. تمام. العرض الذي لا يقاوم بيتكون من 4 حاجات، والمعلومات دي مهمة جدا لو حد حابب يكتبها. تمام. أول حاجة في العرض إن هو لازم يكون لما تيجي تبيعه بهدف كبير للعميل. يعني إيه؟ يعني مثلا دخل إضافي هيحصل له، تحسين علاقات مثلا مع زوجته أو زمايله في العمل، أو تربية أولاده، تحسين صحة مثلا، واحد مثلا صحته هتتحسن، وزنه
هيخس وحاجات زي كده يعني. الحاجه الثانيه اللي لازم تكون في العرض الذي لا يقاوم، بناء جسر من الثقه. لازم تبني جسر مع عميلك من الثقه يخليه يشوف الطريق ويمشي معاك، لان العميل لو ما خدش الثقه فيك هو مش هيشتري منك العرض حتى لو العرض بتاعك رخيص جدا. تمام. فلازم تبني معاه جسر من الثقه. طب ازاي الكلام دوت؟ عن طريق كذا حاجه بتقدر تبني جسر من الثقه. عن طريق مثلا اراء العملاء، التستمونيا، ان يكون عندك تستمونيا وناس جربوا خدمتك قبل كده وحصلوا على نتيجه، دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان في حاجه اسمها ازاله الاعتراضات او الخطر، زي مثلا ضمان ارجاع الاموال. انك لما تعمل ضمان ارجاع الاموال مثلا لو ما استفادش بالكورس، وهتشوف بعض المدربين بيعملوها في تدريباتهم، فدي حاجه بتطمنهم ان هو مش هيخسر حاجه. لو حس فعلا ان الكورس مش هيفيده او مش هيضيف له شيء يقدر يرجع. طيب هنا ناس هتقول طب انا هخسر كده لما اعمل كده. لا، هقول لك حاجه مهمه جدا. انت لما بتعمل ازاله الاعتراضات او بتعمل ضمان ارجاع اموال، هينضم ليك اكتر عدد مبيعات زياده حوالي 10%. تمام. ال 10% مثلا انت كنت بتبيع 100 مبيع، هيزيد على المبيعات الاساسيه 10 مبيعات كمان، يعني هتبيع ب 110 مبيعه مثلا في خلال شهر. طيب لما يرجع منهم اثنين، فانت كده من ال 10% زياده كسبت 8. ولو رجع اثنين دوت اسوأ سيناريو، يعني ده بنسبه كبيره ان ما حدش هيرجع، او عدد قليل جدا، او واحد دماغه كده حتى لو استفاد من الكورس. فبالتالي انا المستفاد في كل الحالات لما اعمل آه ان ضمان ارجاع الاموال هينضم زياده عن المبيعات العاديه حوالي 10%. فبالتالي لما يرجع منهم اثنين انا استفدت 8 زياده. الحاجه اللي بعد كده في النقطه الثانيه، الميكانيزم او طريقتي الخاصه. لازم يكون عندك طريقه خاصه بيك انت. يعني زي ما احنا اتكلمنا مثلا في الاستراتيجيه بتاعتي لما بدانا اتكلمنا عن اسم استراتيجيه خاصه بيا زي 7 فيجر فانل. انا سميت الطريقه بتاعتي كده وحاطط لها شكل معين، رغم ان انا مش انا اللي مالفها، لا، دي حاجات احنا اتعلمناها من المدربين الكبار وناس كتير بتطبقها. ولكن لما انا اخليها بطريقتي واخليها باسم خاص بيا اتعرف بيه، فانا كده عملت ميكانيزم وطريقه خاصه بيا انا. الصوت واضح يا جماعه؟ علشان في ناس بتقول الصوت بيقطع، فقولوا لي كده لو في مشكله في الصوت. واضح؟ تمام. اوكي. تمام، واضح واضح واضح. تمام، اوكي. طيب نكمل. فانت هنا لما بتيجي تعمل ميكانيزم او طريقه او فسيولوجيه خاصه بيك انت، فالناس هتعرفك بيها وهتكون شايفه ان طريقتك حاجه يعني مش متكرره كتير. فبالتالي انت سميتها مثلا اي اسم، هولولولو. تمام. لو بحث عنها على جوجل هو مش هيلاقي اسم الطريقه لان انت اللي سميتها. تمام. فبالتالي آه، فبالتالي انت هنا بتقدر تعمل يعني ميكانيزم او طريقه خاصه بيك هتتعرف بيها بشكل جيد جدا. الحاجه اللي بعد كده، النقطه اللي في يعني النقطه الاخيره في الحاجه رقم اتنين، اللي هي المكملات. انك انت لما تيجي تقدم عرض لازم يكون في مكملات. يعني ايه مكملات؟ المكملات اللي لو اشتراها لوحدها هتكون سعرها ممكن كبير جدا او اعلى من العرض نفسه. يعني مثلا لو انا مثلا بقدم مثلا خدمه مثلا بناء سيستم بيعي مثلا، فهو مثلا السيستم البيعي مثلا الخدمه مثلا ثمنها مثلا 100 100 جنيه مثلا. تمام، احنا بنضرب مثال يعني. تمام، 100 جنيه. وهتيجي مثلا هو محتاج يشتري تول علشان يبني بيها الفانل لو هو هيعملها لوحده ب 150 مثلا. فبالتالي هو هنا لو راح اشتريها مثلا فهيحتاج يشتريها بسعر اغلى. فانت ممكن تقدم له الخدمه، وفي طرق كتير جدا انك انت بتقدم له المكملات دي بحاجات ممكن ما تكلفكش، ولكن هي بالنسبه له هتبقى قيمه عاليه جدا. وكمان تقدر تاخد ديل مع بعض الناس اللي هتعطيك حاجات بتساعد عميلك. تمام، فبتقدمها له بافضل ما يمكن من خلال العرض بتاعك.
تمام. فاحنا كده عرفنا في الحاجه الثانيه بناء جسر من الثقه، اللي هو فيه قلنا امثال زي اراء العملاء وازاله الاعتراضات والميكانيزم والمكملات. تمام، وضحت. طيب الحاجه الثالثه، علشان تقدم عرض لا يقاوم لازم تقدم نتيجه في اقل وقت ممكن. اقل وقت ممكن يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا لو انت في مجال البيزنس مثلا تقول له انا هجيب لك مثلا 5 عملاء يحجزوا معاك مكالمه مثلا كل يوم. تمام، فدي نتيجه في اقل وقت. ممكن تقول له انت هتخس، لو انت في مجال الصحه ممكن تقول له انت هتخس 10 كيلو مثلا في شهر، ولكن يكون عندك برنامج حقيقي بيؤدي للنتيجه دي. ما يعني احنا مش هنضحك على العميل يعني. تمام. الحاجه الثالثه انك انت ممكن تقول له مثلا لو واحد في مجال مثلا السوشيال ميديا، ممكن تقول له مثلا انت هتحقق 100,000 مشاهده في اسبوع او في شهر، فانت كده قلت له نتيجه بوقت قليل جدا، فبالتالي دي بتدي له ثقه عاليه جدا. تمام. مثلا واحد في مجال العلاقات وتربيه الاطفال، ممكن تقول له تحسين سلوك اطفالك مثلا في 3 اسابيع من خلال البرنامج بتاعي. فبالتالي دي حاجات بتساعد بشكل كبير جدا اللي هو ان هو يقدر يوصل لنتيجه في اقل وقت ممكن. وحد كاتب ممكن نعيد الفكره رقم 3. الفكره رقم 3 اللي هي نقدم نتيجه في اقل وقت ممكن. دي واضحه؟ دي المقصوده ولا حضرتك تقصدي الجزئيه اللي قبلها اللي هي بناء جسر من الثقه؟ هما الاربعه علشان يعني هي 4 حاجات وكل حاجه تحتها نقاط او امثله، فعلشان ما نتوهش من بعض. اول حاجه قلنا علشان اعمل عرض لا يقاوم لازم يكون ابيع بالهدف الكبير للعميل، زي مثلا دخل اضافي، تحسين علاقات، تحسين صحه. الحاجه الثانيه بناء جسر من الثقه، زي مثلا اراء عملاء، ازاله الاعتراضات، ان يكون عندي ميكانيزم او يكون اقدم مكملات. تمام. الحاجه الرابعه بقى اللي هنتكلم عنها ان انا اقدم له الحاجه الثالثه ان يكون في نتيجه في اقل وقت ممكن، زي مثلا هجيب لك 5 عملاء يحجزوا معاك مثلا مكالمات في يوم، هتخس 10 كيلو في شهر مثلا، وهكذا يعني. او تحسين سلوك اطفال مثلا في اسبوعين او 3 اسابيع، وهكذا. دي الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه بقى والاخيره ان انا اقدم الخدمه بتاعتي في باقل مجهود على العميل. يعني مثلا اضيف اشياء تساعده. يعني لو قدرت اخلي العميل ما يعملش مجهود خالص وان هو يحصل على خدمتك بدون اي تعب، حاول يعمل كده. في 4 حاجات او 4 نقاط تحت النقطه الرابعه ديت ممكن تساعد بيها عميلك. اول حاجه done for you، انك انت ممكن تعمل حاجه عنه خالص. يعني تعمل له حاجه بالكامل ليه هو، مثلا تبني له صفحه سوشيال ميديا بالكامل، او تعمل له مثلا ديكور منزل معين، تعمل له مثلا حاجه معينه. تمام. لكن مش هينفع طبعا تروح تخس مكانه يعني. فانت في حاجات معينه هي اللي ينفع فيها done for you يعني. تمام. الحاجه الثانيه ممكن تعمل له بعض الاشياء. تمام. زي مثلا هي اسمها done with you. تمام. انك انت مثلا تقول له مثلا انا هعمل جزء وانت اعمل جزء. مثلا هنعمل لك مثلا اعلانات وانت صور الفيديوهات مثلا. تمام. فبيبقى حاجات done with you بتتعمل مع بعض. ال4 حاجات اللي ممكن تساعدني ان انا اعمل عرض قوي جدا لا يقاوم. يبقى اول حاجه لازم ابيع بالهدف الكبير، تاني حاجه بناء جسر من الثقه وخدنا امثال عليه، تالت حاجه نقدم نتيجه في اقل وقت ممكن وخدنا امثال عليها، رابع حاجه اقل مجهود ممكن و يعني اضيف اقل مجهود ممكن اساعد بيه العميل واضيف اشياء تساعده. تمام. قلنا زي دان فور يو ان انا اعملها عنه، او دان ويز يو اعملها معاه، او ممكن اعطيه اشياء تعليميه ليرن يتعلم هو، اقول له مثلا خد الكورس دوت شوفه وانا مثلا وطبق وانا وارجع لي في التطبيق مثلا. تمام. دي حاجات ليرن مثلا. في حاجه رابعه برضو من ضمن المكملات اللي ممكن تعطيها للعميل وتساعده في تحقيق هدفه، زي التولز، الادوات اللي هيستخدمها. تمام. مثلا تولز زي بناء صفحات، تولز مثلا او تشيك ليست مثلا لواحد مثلا عايز يخس في برنامج معين يمشي عليه، او كالكوليتر معينه. فدي كلها تولز وحاجات كتير جدا متواجده في كل المجالات. ممكن تشوف عميلك هو محتاج ايه بالظبط، تقدم له كل ما هو محتاجه. تمام. طيب، ولو وصلت لحد هنا فانت كده خلاص بقيت فاهم ان الموضوع مش محتاج حظ لكن محتاج سيستم صح.
وعلشان كده انا عامل لك سلسلة كاملة بشرح لك فيها خطوة بخطوة ازاي تبني سيستم بيعي بيجيب لك عملاء بشكل مستمر من غير ما تفضل كل يوم بتدور على عميل جديد. هتلاقي السلسلة موجودة عندي على القناة، ابدأ فيها دلوقتي وهتفهم الصورة كاملة. ولو حابب تاخد الموضوع بشكل أسرع وعايز حد يساعدك بشكل شخصي، نقعد مع بعض ونبني لك الخطة المناسبة ليك حسب وضعك الحالي. احجز مكالمتك من خلال اللينك اللي في البايو واملى الاستبيان، وفريقنا هيتواصل معاك ونحدد لك ميعاد مناسب ليك. مستني اشوفك واساعدك توصل لاول سيستم بيعي حقيقي عندك.